السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان أعظم 30 يوم في السنة. عاوزك تستغل ال 30 يوم دول في العبادة والتوبة من أي ذنب أنت بتعمله، ولو مش ملتزم في الصلاة أو تقريبا ما بتصليش، ابتدي خد خطوة في الخمس صلوات يوميا، وصدقني هتحس براحة نفسية جميلة. عود نفسك واستغل شهر رمضان في إنك تلتزم في الخمس صلوات يوميا عشان تكمل لبعد رمضان. شهر رمضان هيكون فرصة ودافع كبير ليك جدا انك تحسن من نفسك وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا مفيش فرصة اجمل ولا اكبر ولا اعظم من كده ان انت تستغل كل ساعة في رمضان بدل ما تضيعها على المسلسلات والبرامج وغيرها. وخلي عندك هدف في رمضان انك تخرج من ال30 يوم دول بالثمرة اللي انت عملتها، وهتغفر لك ان شاء الله كل ذنوبك وخطاياك، وتبعد عن الكذب والنميمة وكل ما يغضب الله عز وجل. وخلي المصحف دايما في ايدك، في مواصلات بقى، في مترو، في كل اوقات فراغك، واجتهد في ختم القرآن الكريم، وداوم على صلاة التراويح وصلاة الجماعة في كل صلاة أو في كل فرض، وعود لسانك دايما على ذكر الله. الصيام مش معناه انك تبعد عن الأكل والشرب وبس. الصيام عزيزي المسلم ان انت تبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، وتوب توبة نصوحة واخلص النية لوجه الله الكريم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل سنة وانتم طيبين. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.